السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ ان شاء الله راكم بالف خير وعلى خير واموركم مزيانه. المهم اليوم غادي نشارك معكم هذا الفيديو لان جايين ضيوف اتراك من العائله ديال اونور، وقلت غادي ندير لهم الطنجيه المغربيه. المهم راكم عارفين شحال من مره صراحه كيطلبوا مني يذوقوا اكل مغربي، وقليل فين كتلقاي شي تركي كيبغي ياكل شي اكلات اجنبيه ولا يذوق شي حاجه من غير الماكله ديالتهم. راكم عارفين انهم هما بزاف اللي كنشوف اكثريه كيبغيو ماكلتهم، ما كيبغيوش ياكلوا ماكلات اخرين، ولكن الحمد لله. المهم انا عكوزتي اصلا كتبغي الماكله المغربيه، كتحماق عليها، ونور حتى هو، وهادو عائلته حتى هما كيبغيوها. المهم اول حاجه درتها قلت غادي نرافق الطنجيه بالخضره، يعني غادي ندير ما بين مغربي تركي، فهمتوا؟ اول حاجه شديت كاع الخضره اللي عندي، شامبينيون، القرعه، البنجال، الفلفله، البصله، مطيشه، كلشي البنات درتو. وغادي نتبلهم بالبهارات اللي هي الفلفل الاسود، الملحه، شويه الكمون، البزار، شويه الفلفل الاحمر، وغادي ندير حتى الثومه حتى هي، وشويه ديال البهارات الايطاليه، ولا مهم حيتاش فيها العشوب المنسمه، داكشي علاش درتها. الا كانت عندكم نتوما عشوب منسمه تقدروا ديروها بحال الزعتر، الاوريغانو، داكشي تقدروا ديروها. وغادي نضيف زيت الزيتون وغادي نخلط داكشي مزيان. المهم هذه باش بديتي راكم عارفين كتاخذ شويه طياب الخضره في الفران. غادي نخلطهم مزيان مزيان وغادي ندخلهم الفران يطيبوا، وغادي ندوز باش نصايب الشلاضه. بالنسبه للشلاضه البنات قلت غادي ندير الشلاضه ديال الباربا وغندير معها الخضره كامله. اول حاجه درتها هنا حكيت خيزو، درت المايس، وهنا بطاطا سلقتها وهي والباربا، غادي نقطعهم مكعبات وغادي هي والبطاطا، وغادي نزيدهم على الشلاضه. صافي من بعد حتى هو غادي ندير الخس. صراحه كتعجبني هاد الشلاضه بزاف بزاف، كتجي زوينه. وكذلك كتعجبني الباربا. دابا نشاركها معكم بواحد الطريقه واحده اخرى اللي هي غير الباربا وخيزو والتفاح الخضر، كيجي بنينه بنينه بنينه، كتجي رائعه. صافي زدتهم وزدت عليهم الخس كما شفتوا، وغادي نضيف شي واحد البصله صغيره، غادي نضيف الملحه والبزار خلاص، وشويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخليهم وغادي ندوز باش نصايب الطنجيه. بالنسبه للطنجيه البنات اول حاجه جبت اللحم من الفريغو، كان عندي لحم مغرمي. وشوفوا اللحم الا بغيتوا اي حاجه تخرج لكم من الفريغو، انا هذه جربتها، شتا واحد السيده كديرها، وكنحط غير كنديرها في الماء وكندير معاها شويه الخل البنات، دغيا دغيا كيتفك داك الثلج، يعني ما كتبقاش مثلجه. دونك ما كنحتاج ندخلها لا الميكرووند لا حتى شي حاجه باش تحيد من هذاك الثلج. صافي غادي ناخذ اللحم. صراحه انا اول مره غادي ندير طنجيه في حياتي، صراحه الله، ديما كندير ماكله عاديه. ومهم اول مره غادي ندير طنجيه، حيت المهم سقطرت مزيان داك اللحم مزيان مزيان مزيان. وراكم عارفين ضروري خاصكم تبقاو تقلبوا على الوصفات ديال الطنجيه، شنو هي اللي غتصلح وشنو هي اللي ما غاديش تصلح. درت اللحم في الكوكوط، درت هنايا كاس، نص كاس درت فيه الزعفران. صافي غادي ندير البزار، الملحه، قحبوا بالقزبور، غادي نضيف بصله هكايا، وغادي نضيف نص حامضه مصيره، وغادي ندير الثومه تقريبا واحد جوج طرفه ديال الثومه نحكهم، والملحه خلاص، وشويه الكمون على ما كنظن درتو حتى هو، اكيد غنكون درتو لان الطنجيه بلا كمون صراحه ما كتجي زوينه. صافي ولكن الزعفران البنات غادي نديرو حتى هو، نص كاس ديال الزعفران، وغادي ندير تا زيت الزيتون حتى هو نص كاس ديال زيت الزيتون. صافي وغادي نسد على الطنجيه وغادي نخليها طيب على المهل حتى توجد. ودزنا هنايا راكم عارفين هنا التباركه من مورا الماكله البنات ضروري خاصك تعطيهم التحليه، كنحطوا دسر. وهنا التحليه الصراحه كتجي واعره 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 ديال القضايف سميتو مال البنات اللي كدير بها. المهم يا رب مشات ليا من راسي. المهم البنات راه غادي تكونوا عرفتوها غير من سميتو القضايف تيقولوا لهم هما هنايا، حتى حنا تنقولوا لهم تتحمرها عكوستي مع الزبده والسكر واللوز ولا الكركاع، كتحمرهم معها مزيان، وكدير المهلبيه وكلشي، وكتفرش طبقه من التحت كدير عليها المهلبيه، وكدير طبقه من الفوق. شوفوا كتجي رائعه رائعه رائعه، ما تتخيلوش المذاق ديالها كيفاش كيجي. وهذيك القضائف كيجيو مقرمشين مزيان. ايوا صافي هذا مكان درناها حتى هي خليناها باش تبرد. وهنايا كيف ما شفتوا طابت الطنجيه وجات ما احلاها وجات زوينه وبنينه. وهنا درنا لها الرز بالحمص، صايبات عكوستي الصراحه كيجي زوين الرز بالحمر، راكو عارف الحمص راكو عارفين. صافي من بعد ما جاو الضيافه البنات، انا راكو عارفين هما كيبقاو يدوروا مع مشاو عند ماين عكوستي يشوفوها، راكو عارفين مسكينه مريضه وداك الشيء. وانا دزت باش غادي نبدا نوجد الطبله. اول حاجه درتها اللي هي الخضره،
الخضرة صراحة ملي كديروها كتكون طالقة شوية الماء، ولكن صافي دغيا صراحة كتجي بنينة الخضرة بهذا الشكل هذا. تقدروا ديروا اي حاجة في الخضرة. غادي نستف داكشي. الشلاضه ما كنتش خلطتها باش ما تطلقش الماء، واخا ما فيهاش المطيشه وداكشي راكم عارفين، ولكن كاينه الباربه بطاطا مهم. خلطت كلشي حتى هو درتو، كتكون صحيه بزاف بزاف. صافي. وهنايا دازت عكوزتي كتوجد. صراحه ما درنا لا شوربه لا والو، يعني من درنا الطنجيه مع الرز، ما درنا لا شوربه لا حتى شي حاجه. انا غادي نبدا نحط وكنحطو حدا الرز. عكوزتي تاخذ بحال زلافه ولا شي حاجه، تبدا تحط فيها الرز باش كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين. المهم صافي بقينا هكايا حتى كملنا الطبله كاملين ديال العدد الاشخاص اللي كانوا عندنا. ايوا وصافي هذه هي طبلتنا كيف ما شفتوها، جات زوينه ورائعه. والصراحه حماق على الماكله على الطنجيه. عكوزتي براسها هي واونور اول مره تاكلوا من عندي الطنجيه وعجبتهم بزاف بزاف. صافي. واخر حاجه اللي هي التحليه حطيناها مع اتاي وحطينا معها الدسر. انا صورت لكم غير التفصيل ديالي انا. شوفوا كي جات ما شاء الله، جات بنينه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.